وهذا ألذ كباب نعيمي طازج بتذوقه بالرياض. هذا مطعم الأرجوان تقييمه 4.9 وبتذوق بألذ كباب نعيمي طازج بالرياض وبأسعار تناسب العائلة. يسوي الكباب والمشاوي بالطريقة التركية، والكباب يذوب معك ذوبان بالشوكة بدون تقطيع، كذا ذايب ولذيذ بتكرره مرة ومرتين وثلاث. وهذا الطبق لازم تاخذونه على مسؤوليتي. فخار كباب لحم نعيمي بلبن، شيء فنان، طبق المفضل عندهم. المشاوي عندهم بشكل عام تحفة، تشوف اللحم طازج قدامك بالثلاجة قبل يشتغلون عليه، بيقدمون لك تجربة مشاوي لذيذة بتعيشها مع العائلة. المنيو واسع وفي خيارات كثيرة من مطابخ عالمية مختلفة. المطعم خيار ممتاز للعائلة، جلسات وغرف مريحة وخاصة، تستمتعون. كذا يسوون ورق العنب، يصفونه ويضغطونه أكثر من 6 ساعات. واليوم ذا بيست كيتشن، أفضل ورق عنب بتذوق بالرياض. لهم أكثر من 8 سنوات يسوون ورق عنب. 8 سنوات يعني ناس خبرة. شيك على ورق العنب شلون منظر، يا ساتر. فلفل، ليمونة، ورق عنب. ألذ ورق عنب ذقته بالرياض. شيء تبي تاكل منه حبة ورا الثانية. ندخل هنا على الملفوف، فنان. بس ورق العنب شيء اسطوري. شيك هنا على المسخن، يا الله. هنا واحدة مع الصوص، كذا تاخذ بالصوص شوي جزر. ساتر. وقف خلاه اخذ سيلفي معه. خذ صورة الدباب نون فود الوطني وادخل فرصة ربح هدية 94 وجبة لمدة 94 يوم. بس تصور صورة الدباب نون الوطني وتشاركها على تيك توك أو تويتر أو انستغرام وتسوي تاج النون مع هاشتاج صيد البرجر. يبونك تصيد البرجر. أو اطلب أوريجينال من قلب وصورها صورة مع الهاشتاج والمنشن وفالك الربح. بسم الله. مع البطاطس والبرجر. اوكي. هذه العنود شوف، سعودية تموت بالرز، قررت تسوي رز بانواع مختلفة. واليوم رز راي، هنا رز شمندر، رز بيستو، وهذا رز ترفل، وفي 3 انواع زيادة وباقي زيادة بتسوي. بس اليوم افتتاح تجريبي، متحمس جدا، في اشكال وانواع. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو. واحد ثاني فعلا جابت رز بطرق مختلفة، حبيتها ذي، شكله بتصير ادمان. اي شيء بوترافل بيطلع حلو. اسطوري، جرب. شوف هذا شمندر مع شاورما، رز شمندر مع شاورما لحم. اوكي، حط شاورما لحم طحينه ورمان مع الشمندر، لذيذ اسطوري. في سلبية انه مشكلة انه تبلش تاخذ، لازم نجربها. بتذوق. هنا بيستو، رز بيستو، والله اختراعات اسطورية. مرة ثانية. من كثر ما انه لذيذ تحس اذا مدحته بتحس انه كذا تاخذ غداء كل يوم تشكل. فنان، مبدعة والله مبدعة. هذا لما تحب شيء ويطلع منه شيء حلو، هذا اللي صار. صدق رز مختلف لذيذ، غدا غير. اسمه رز رايز، موجود بالياسمين بس استلام، برامج توصيل يعني، بعتمده غدا. والله العظيم لذيذ. دائما اتورط اذا اشتهيت باستا تيكاوي، ومن وين اطلبه؟ خاصة اغلب مطاعم الباستا اللذيذ مو مهتمين بالسفرية والتوصيل. انا احب اكل بالسيارة واحب اكل بالبيت قدام الشاشة. هذا مطعم سوزن كو، طحت على هالمطعم من سنة تقريبا، يوصل باستا الى بيتكم بنفس الشعور وبجودة عالية. احب اكثر شيء عندهم البيني والفوتوتشيني، كلها مهتمين بالتوصيل. وانصحك تاكل الباستا على طول وهي حارة، ما احب الباستا تبرد. بيني باستا بصوص البنك والروبيان، شوف الجبنة من فوق. تبي باستا سفري ولو انت ببيتكم افضل خيار، شغل خيالي. موجود ببرامج التوصيل وعنده 5 انواع باستا باسعار حلو، بيوصل لك باستا تدمنه. شكرا. دوار السعادة، اسرع فطور بتاخذه على طول، ما يمديك تفكر، على طول يعطيك الطلب على طول. ما شاء الله، اكثر مطعم عنده اصناف مختلفة وكل واحد عنده شيء يحبه. اخذت 4 اشياء احبهن: فلافل، كبدة جبن، بيض جبن، فطيرة دجاج، شاهي. يعني مو بكله اللي بيفطر احد معي. نبدا اول شيء بالفلافل. يوه اموت على الفطيرة هذه. بسم الله. احب فلافلهم خفيفة وخبزة خفيف تونس. اللي بعده دجاج جبن. اللي بعده كبدة جبن. يو بيض جبن. كيف الجبن طالع من برا. اسرع والذ فطور بتاكله. شاورما محبحرة، حار قوة، بتولع فيك، بتروح وطي. محبحرة من جيف مي 5. شاورما حارة، مستخدمين ب3 صوصات سبايسي، حاطين شطة سيراتشا وثوم سبايسي وشطة كريستال، وحاطين صوصين بعد كذا يبردون عليهم، جيف مي 5 وصوص الواقيو، وحاطين شطة كريستال هنا زيادة. شوف الحرارة والحمرارة شلون باكلة هذه. مستخدمين تورتيلا حمرة بعد، كل شيء حار حاطينه. الله يعينك، شيك على المنظر هنا، الله يعينك والله يعيننا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نجرب بطاطس شوي، تاخذ مخلل، شيك.
حار كذا حرارة شطة، ومسوين تحدي بفرع سكة، تحدى واحد ياكل كل هالبوكس ب60 ثانية. شلون بياكل؟ اي احد ما يتحمل الحار ما انصحبه، يروح لمهم ياخذ شاورما السلاطين ويهديها نصيحة.